يعني نتوقف عند هذه المشاركة الأخيرة أو الإشراك الأخير بالنسبة لممثلين عن الوفد الجنوبي. يعني لماذا برأيك هذا الموقف أو هذه الخطوة من قبل الحوثيين، وإلى أي مدى بالفعل يمكن أن تعرقل من سير التوصل أو إمكانية التوصل إلى اتفاق ما فيما لو كان سيتم أصلا؟ الحوثيين معروفين أنهم يبحثون عن عرقلة ويبحثون عن دائما كلما حصلوا على موافقة على شرط يضيفون شرطا آخر ويدخلون في تفاصيل. هم انتهازيون إلى درجة كبيرة ويعرف هذا عنهم كل من دخل معهم في حوارات. يعني أعتقد أنهم يريدون أن يدخلوا أشخاص من الحراك الجنوبي محسوبين على الحوثيين أكثر مما هم محسوبين على إخوتنا في الجنوب. هناك طبخة يريد الحوثيون أن يمرروها من خلال جنيف، ربما هناك ما يدور خلف الكواليس. نحن أصلا من حيث المبدأ نعتقد أن جنيف يريد أن يوجه ضربة قاصمة لليمنيين وللقضية اليمنية اليوم على الأرض، عندما نعلم بأن جمال بن عمر قد ضمن إسقاط صنعاء، فإنني أشعر أن إسماعيل ولد الشيخ يريد أن يمرر فاجعة على اليمنيين بإسقاط محافظات جديدة خلال هذه الأيام من خلال التغطية بهذه المؤتمرات والتحركات السياسية. اليوم لدينا تطورات جديدة في الجوف، هناك انتكاسة في معنويات بعض المقاتلين على الأرض. لا يجب أن نسمح لجنيف أن يسرق علينا حلمنا في تحرير مناطقنا وأن ننبطح لهذا المشروع الحوثي المتوغل. أعتقد أن المسألة لا تبرح عن هذا، وأن الحوثيين أرادوا أيضا أن يمرروا شروط جديدة. وما كنت أرجو على الوفد الحكومي أن يهرول سريعا إلى جنيف. طب يعني لماذا إذن أو إلى أي مدى يعني بالفعل الوفد الحكومي اليوم يعني يجد نفسه مضطرا للذهاب إلى هذه المشاورات، وأي مواقف أو شروط يعني أكثر من ذلك يمكن أن يضعها في ظل هذه المشاورات سيد فهد برأيك؟ أعتقد أن الوفد الحكومي يتعاطى مع القضية اليمنية من منظور إنساني ومن منظور وطني ومن منظورات عديدة، ويذهب إلى الحوارات لأنه يرى أنه لديه التزامات تجاه الشعب المحاصر، الشعب المختطف، الشعب الذي يموت كل يوم بسبب العقاب الحوثي الجماعي. هناك عدة اعتبارات أعتقد أن الوفد الحكومي والحكومة ترى أنها ملزمة بها، بينما الجانب الحوثي لا يعطي كل هذه الاعتبارات أي قيمة. هو أيضا يلعب على كل هذه الأوراق، يلعب على المأساة الإنسانية، يلعب على قضية خنق الشعب اليمني في الداخل. لكن ما أريد أن أؤكد عليه أن هناك بيان صدر عن الوفد الحكومي رفض هذا البيان أي تلاعب في هوية المشاركين. يجب أن تكون الهوية واضحة بين الحكومة اليمنية، بين الوفد الشرعي، بين الوفد الذي يمثل الشرعية اليمنية الذي يمثل الشعب اليمني، وبين وفد يمثل الإنقلابيين، يمثل آلة القتل الحوثية، يمثل الآلة الجاثمة فوق سطور الناس التي تحتل المحافظات وتحتل المناطق. يجب أن تكون الهويات واضحة. أي محاولة التفاف أو تلاعب الحوثيين لم ولن يكونوا طرف سياسي في العملية السياسية اليمنية. طب لماذا إعطاء كل هذا القدر من الأهمية بالنسبة للمشاركين أو الممثلين في هذه المشاورات سيد فهد، على حساب ربما يعني إمكانية التوصل بالفعل إلى حل أو مقررات يعني قيمة تسفر عن هذه المشاورات؟ لا أعتقد أن هذه المشاورات ستسفر عن حل، لأنه الظاهر أن جماعة الحوثي أصلا جماعة الحوثي لن ترضخ لأي حلول إلا إذا تم تحقيق انتصارات على الأرض، والانتصارات على الأرض بحاجة إلى ترتيب الأوراق في الداخل. اليوم نحن أمام أمور ملخبطة واضحة، مثلا المحافظات اليمنية التي تقاوم وتناهض، وكل المحافظات أصلا رافضة للحوثيين، لكن نجاح هذا الرفض ونجاح هذه المناهضة لا تتم إلا بقيادة موحدة. عدم وجود هذه القيادة الموحدة التي تجمع كل الفئات والأطياف والشرائع المناهضة للحوثيين مثلا في الجوف أدت إلى تلاشي المقاومة وإلى انسحابها بسبب اختلافات. ويجب أن نكون واضحين بين المشايخ وبين المكونات. بالأمس كانت الجوف صامدة وطردت الحوثيين، يوم أن كان المؤتمرين والإصلاحيين وكل الفئات يقاتلون على محافظة الجوف لا تسقط بيد الحوثي. اليوم نحن أمام صور أخرى ربما في محافظات أخرى. يجب أن نعمل على هذا الملف، وهو توحيد الفئات تحت قيادة موحدة، وعدم التعامل مع عدة رؤوس في المحافظات متناحرة ومتصارعة تؤدي
تؤدي إلى أن تصب في مصلحة ميليشيا الحوثي. شكرا لك على مشاركتك معنا من الرياض. حدثنا فهد الشرفي المحلل السياسي اليمني. ونتابع مشاهدينا ميدانيا. وفي آخر التطورات اليمنية، استأنف طيران التحالف شنغارات جوية على مخازن الأسلحة في جبل نقم وفجعطان ومعسكر الحفاء في صنعاء وتجمعات ميليشيات الحوثي في محافظة تعز. أما في الجو، فأكدت مصادر يمنية سيطرة الميليشيات الحوثية وصالح على مديرية الحزم مركز محافظة الجو